اخد قرار ازاي؟ احساسي بيقولي اهرب، واوقات بيقولي استنى. طب ده حدس حقيقي ولا مجرد قلق؟ هلو يا ابطال الوالنس، عاملين ايه؟ عمركم جيتوا تاخدوا قرار تعملوا حاجه وحسيتوا انكم مش مرتاحين لها ومش عارفين مصدر الاحساس ده ايه؟ النهارده هنتكلم عن الفرق بين الحدس والقلق وازاي نميز بينهم بوضوح عشان نقدر ناخد قراراتنا بشكل احسن. انا هايدي وده ذا ويلنس سكواد، يلا نبدا. امبارح جالي احساس غريب كده اني ما اعملش حاجه معينه. ما كانش فيه اي سبب منطقي يخليني احس كده، كل حاجه كانت كويسه وتمام جدا. لكن في حاجه جوايا كانت بتقولي بلاش. فقررت اثق في احساسي وطلع صح بعدها. من زمان اتعلمت اثق في احساسي الداخلي او الحدس، بقيت اميز بينه وبين القلق اللي غالبا بيقولي لا وبلاش على اي حاجه جديده او مختلفه. هنا نسال نفسنا، ليه عاده بنتجاهل الصوت الداخلي ده؟ وليه دايما بنخلط بينه وبين القلق اللي بيخلينا نلف حوالين نفسنا؟ خلينا نشوف الفرق بينهم. القلق او الانكزايتي ده زي الارم بيشتغل في مخك، زي صوت بيحاول يحميك من خطر مستقبلي لسه ما حصلش. عادة بيبدأ بوات اف. القلق ده بيكون رد فعل مبني على تجارب سلبية قديمة أو خوف من المجهول. مخك عايز يأمن نفسه بإنه يفكر في كل سيناريو محتمل ونسبة الخطر فيه قد إيه، وغالبا بيخليك تاخد قرار إنك ما تجازفش وتخليك في المألوف أحسن. الحدس الانتويشن دي ممكن تعتبرها سوبر باور لعقلك. في سايكولوجي بروفيسور اسمها دكتور جان بريتز بتقول إن الحدس ده عبارة عن معالجة سريعة للمعلومات. مخك بيجمع باترنز من التجارب القديمة بتاعتك وخبراتك وبيطلع لك النتيجة فورا في شكل إحساسك الداخلي. هو مش سحر، هو ذكاء من عقلك. المشكلة إننا غالبا بنلخبط إحساس القلق بالحدس ونفتكر إن قلبنا مش مرتاح للقرار ده كإحساس داخلي، لكن هو في الواقع بيكون خوف من المجهول. في علامات واضحة تميز بيها إذا إحساسك حدس أو قلق. ليفل الصوت. القلق صوته عالي، زعيق وملح وبيتكرر بيفضل يلف في دماغك. الحدس صوته هادي، بيقول الكلمة مرة واحدة بوضوح وبيمشي، مش بيجادل. القلق بيأثر على جسمك، بيخلي ضربات قلبك سريعة، في صعوبة تنفس، كتفك مشدود، بطنك بتوجعك. لكن الحدس إحساس هادي كده، كأن في حد بهدوء بيقولك بلاش. القلق بيبقى معاه مشاعر تقيلة، خوف أو إحساس بالذنب أو توتر. الحدس محايد، بيقدمك المعلومة بس من غير خوف. القلق بيكون مستعجل urgent. لو الإحساس فيه استعجال وفيه إن أنا عايزة أتحرك حالا عشان خايفة، ده غالبا قلق. لكن لو الإحساس ثابت وموجود بهدوء حتى لو بيحذرني، يبقى ده حدس. عشان الحدس ده يرجع يشتغل محتاجين نمرن نفسنا على شوية حاجات. اعرف لغة حدسك الشخصية. كل واحد فينا حدسه بيكلمه بطريقة مختلفة. في ناس بيجالها الحدس كصورة في دماغها، في ناس بيبقى عندها gut feeling أو إحساس جسدي. لما تيجي تاخد قرار اسأل نفسك، أنا حاسس الحدس الإحساس الداخلي ده فين؟ مع التكرار هتعرف إيه لغة حدسك. تاني حاجة، دفتر الحدس. في باحثة وأستاذة جامعية اسمها لورا هوانج استخدمت مفهوم علمي اللي هو الفيدباك لوب عشان تطور الحدس. إزاي؟ إني أجيب نوت بوك وأكتب فيها التوقعات الهادية أو الحدس اللي بيجيلي قبل ما عقلي التحليلي يبتدي يتدخل. بعد فترة أرجع أشوف إيه اللي حصل بجد. تكرار التدريب ده بيخلي مخي يثق في الباترنز اللي بيشوفها، يخليك تقول لنفسك أنا فعلا إحساسي بيطلع صح. تالت حاجة، إننا صعب بنسمع صوت الحدس الهادي في وسط زحمة الأفكار والدوشة الكتير. فهنا بيتدخل المايندفولنس. فاكرين مايندفولنس اللي اتكلمنا عليه قبل كده؟ هسيب لينك الحلقة دي في الديسكربشن. اختصارا، تمارين مايندفولنس احنا فيها بنلاحظ الأحاسيس من غير ما نحكم عليها. زي تمرين البادي سكان، إن أنا بلاحظ في كل جزء من جسمي أنا حاسة بإيه من غير ما بحلل الإحساس ده. بلاحظ بس الإحساس. المواظبة على ممارسة المايندفولنس بتخلي الدوشة دي تهدى، فصوت الحدس بيمل لوحده. نحاول نسيب مساحة للولا حاجة. الحدس علشان يبان محتاج فراغ. لو أنا طول الوقت قاعدة بحلل وبدور وبفكر، مش هسمع غير صوت الأفكار اللي في دماغي بس، مش هسمع صوت إحساسي الداخلي. فنحاول نخصص وقت في يومنا نقعد فيه ما بنعملش حاجة، مش بنفكر، مش قاعدين بنحلل، واسمح لنفسي إن الأفكار والإجابات تظهر في مخي لوحدها. في النهاية نقدر نقول إن الحدس هو الأساس اللي بيتكلم وبيحذر بهدوء، والقلق هو صوت خوفي اللي بيزعق عشان يحميني من الخطر. لما نتعود نوطي صوت زعيق القلق، صوت الحدس هيتسمع بوضوح لوحده. أنا حابة جدا أعرف إمتى كانت آخر مرة ليكم تجربة مع الحدس. إحساسك الداخلي الهادي طلع صح برغم إن كل الأدلة كانت بتقول العكس وكل الناس كانت بتقول العكس؟
ومين فيكم بدأ يكتشف إن الصوت الداخلي اللي جواه ده كان صوت خوفه وقلقه اللي مسيطر عليه؟ مستنية تحكولي تجاربكم في الكومنتس ونناقشها مع بعض. كان معاكم هايدي وده ويلنس سكوات. باي.